على الاهلي الزمالك بثلاثيه نظيفه بعثرت اوراق الفارس الابيض في مشوار القمه، وزي ما قلت لكم في فيديوهات النهارده وامبارح وفي اللايف كمان ان الاهلي لما بيخش ماتش القمه وهو اقل فنيا يبقى لازم وحتما ولا بد من فوز الاهلي. كلام في الكوره وحلقه جديده، لايك وشير. اهلا بيكم. قلت لكم اسالوا التاريخ هيشهد بكده، عباس الضو قال كده، ولو كان في كوره من 7000 سنه ما كنتش هغير كلامي. خدوا مني وما تاخدوش من ابو معاط زكي، مالناش دعوه. مالناش دعوه. 3-0 هي النتيجه النهائيه للاهلي في مرمى الزمالك، صعدت بيه للنقطه 47. وخدوا مني وما تاخدوش من ابو معاط زكي، سيفقد الزمالك نقاط اخرى امام سموحه وسيراميكا. عندما تحرر بن شرقي من الجانب الايمن ظهر بصوره ميسي، تلاعب بدفاعات الزمالك شرقا وغربا طولا وعرضا، سجل هدفين، ولا اروع ولا اجمل ولا امتع. الشحات ورقه ما تقعدش على الدكه ابدا، ودائما يتالق في قمه الاهلي والزمالك، واحرز هدفا في صياعه كرويه. مالناش دعوه. مالناش دعوه. شفنا شوبير بيتصدى ضربه جزاء ولعب اللمسه واحده من غير فزلكه، ما تفزلكش النهارده. مروان عطيه بيقدم نموذج عالمي للديفندر. امام عاشور لعب بروح عاليه جدا، لعب بدماغ عاليه جدا. طاهر كان نموذج تكتيكي بالدرجه الاولى. كوكا وياسين مرعي وهادي رياض وبيكهام شابوه. حد شاف بيزيرا او عبد الله السعيد النهارده؟ سمعت ايمن الكاشف معلق المباراه بيقول ان ناصر منسي الاسطوره كان في الملعب، ما شفتوش. حد شافه؟ يمكن. مالناش دعوه. مالناش دعوه. تريزيجيه عمل ماتش كبير واضاع ضربه جزاء. مبروك مبروك مبروك. مبروك الفوز، مبروك الاداء، مبروك الروح، مبروك عوده نسر الاهلي. كلام في الكوره. كان معاكم حاتم احمد، لايك وشير. استنوني هاجيلكم.